السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم مجموعة من وصفات الكيك سهلة جدا ومكوناتها بسيطة واقتصادية موجودة في كل بيت. هشارك معاكم أكتر من طريقة لعمل الكيك مناسبة جدا للفطار والعشاء وكمان اللانش بوكس بتاع المدارس. أتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم ويعجبكم. بس عايزه اقول لكل الامارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي، لو انتي اول مره بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو اتمنى منك انك تنوريني بالاشتراك في القناه وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. ويلا بينا نبدا على طول في اول وصفه من وصفات الكيك السهل السريع اللي مكوناته ان شاء الله موجوده في كل بيت، وهي وصفه الكيك اليومي. الكيكه العاديه خالص بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. جبت عباره عن بيضتين، عليهم باكو من الفانيليا وباكو من البيكنج باودر، وعندي كمان عندي كوبايه الا ربع من السمنه على الزيت. جبت هنا الخلاط، حطيت في البيضتين عليهم الفانيليا وكوبايه ربع كوبايه الا ربع من السمنه على الزيت وكوبايه من السكر وكوبايه من اللبن، وهضرب الكلام ده كله مع بعضه في الخلاط ضربه حلوه كده. وهكون محضره بقى دي قد ايه. طبعا مش كل دقيق زي بعضه. انا هضيف الاول كوبايه من الدقيق وعليها باكو من البيكنج باودر ورشه الملح، وهشوف لو الخليط بعد ما اضيف اللي في الخلاط عليه هشوف لو الخليط خفيف واحتاج ان انا ازود دقيق، هبدا ازود الكوبايه التانية شويه بشويه لحد ما القوام يظبط معايا. رشه كويس خالص ونزلت بالخليط، وكنت مشغله الفرن على درجه حراره 180. بدخلها بتقعد حوالي من 20 ل 25 دقيقه على حسب الفرن بتاعك، وبعدين بتطلعيها. هنا كده انا كنت هعمل كنت هعمل صوص شوكولاته على السريع كده، لان انا ولادي بيحبوها لما بيتحط عليها صوص شوكولاته. انا لما بعمل الكيك من غير شوكولاته، كيكه كده من غير شوكولاته، بحب قوي ان انا اعمل معاها الصوص ده. بحطه فوق الوش كده، هوريه لكم دلوقتي. بياكلوها وبتعجبهم جدا. عملت حطيت هنا معلقتين من الكاكاو الخام، عليهم معلقتين من السكر البودره، عليهم معلقتين كبار من اللبن، وبعدين بضيف عليهم حوالي 3 معالق كبار من الزيت، وبضربهم بالمضرب كده بايديا لحد ما يديني القوام اللي قدام حضراتكم بالشكل ده كده. وعندي هنا في الطبق الصغير ده شوكولاته مبشوره، بحب برضو احطها فوق الوش. هنا شكل صينيه الكيكه بعد ما طلعت من الفرن. دي الكيكه اللي انا حطيتها من غير اي حاجه، من غير صوص خالص. والتانية كيكه بالشوكولاته بصوص الشوكولاته، سهل وبسيط ويتعمل على طول وانتي واقفه وما بتاخدش اي وقت خالص. يلا بينا بقى دلوقتي على الوصفه التانية، هي نفس المكونات بس بشكل مختلف. جبت الخلاط بتاعي، حطيت فيه 2 بيضه وكوبايه من السكر وكوبايه من اللبن وكوبايه من الزيت. هبدا دلوقتي ان انا اضرب الخليط كل ده مع بعضه. هحط له كمان معلقه من الخل، معلقه واحده من الخل. لو انت عندك بواكي الفانيليا دي او عندك بشر برتقال برده هينفع. بدات ان انا ضربت الخليط ده كله في الخلاط، وبعد كده جبت البوله بتاعتي وهنخل فيها كوبايتين من الدقيق. على فكره الدقيق ده كان منخول بس انا دخلته تاني في المصفى دي علشان ادخل له هواء علشان الكيكه تعلى معايا. بعد كده وهحط عليهم كمان باكو من البيكنج باودر على كوبايتين الدقيق، وهنخلهم بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعد كده هبدا دلوقتي ان انا اضيف اللي في الخلاط على الموجود في البوله اللي فيها الدقيق والبيكنج باودر. يعني لو انت مثلا عندك في اسرتك في بعض منهم بيحب الكيكه اللي بالشوكولاته والبعض منها ما بيفضلش اللي بالشوكولاته، ممكن نعمل الطريقه دي. على فكره طريقه سهله جدا بتخليكي تعملي الكيكه في نفس الوقت كلها مره واحده، فيها شوكولاته وفيها بالحليب بس. او هنا بقى قسمت الخليط في بولتين علشان انا عايزاهم يكونوا هما الاتنين قد بعض بالظبط علشان الشكل يطلع مظبوط معايا. الاتنين كده دلوقتي قد بعض. هبدأ دلوقتي بقى ان انا اخد واحد منهم ارجعه في البوله الكبيره تاني. ليه؟ لان هو ده اللي انا هلونه او هخليه بالشوكولاته، فهضيف له جدا بالمضرب زي ما حضراتكم شايفين. انا كده بقى بجهز خلاص كده النوع التاني اللي من العجينه. وهبدا بقى اجيب الصينيه بتاعتي دلوقتي هتكون مدهونه من الزيت. انا ضفت على فكره معلقه واحده بس من اللبن، بعد كده الاثنين يكونوا واحد لان هما الاثنين انا هدخلهم الفرن في صينيه واحده، صينيه مدهونه زيت ومبطناها بالدقيق. هبدا دلوقتي ان انا اضيفهم هما الاثنين في نفس الوقت بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، الاتنين في نفس الوقت. طبعا بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، سايباه قبلها من قبل ما اشتغل في الكيك خالص عشان لازم تدخل على فرن سخن. هدخل في الكيك بقى بالشكل ده كده.
انا كده بفضي كله، بس انا ما بجيبش اي حاجه من اللي بالشوكولاته على الناحيه التانية خالص، ولا كمان مكوناتها موجوده في كل بيت، وعملناها بشكل جديد نفرح بيه اولادنا، خاصه في الايام الدراسه ودي كانت الوصفة التانية معايا. تعالوا بقى الوصفة التالتة، وهي كيكة شوكولاتة بطريقة اقتصادية جدا. هعملها بحباية واحدة بس من البيض وصوص الشوكولاتة منه فيه. يلا مع بعض نشوف طريقة الوصفة ازاي. هنا الخلاط حطيت فيه كوباية من السكر، وحطيت فيه كوباية من الزيت، وكوباية من اللبن، وكمان كوباية الا ربع من الكاكاو الخام الغير محلى. هبدأ ان انا اضرب الكلام ده كله مع بعضه في الخلاط من غير بيض من غير اي حاجة. هما الاربع مكونات دول لبن وسكر وزيت وكاكاو خام. هضربهم كويس في الخلاط. بعد ما اضربهم في الخلاط هاخد منهم كوباية هشيلها على جنب كده، افضي كده في الخلاط كوباية واحطها على جنب. وبعد كده هنزل ببيضة واحدة بس. طب هي البيضة دي هتعمل لي الحاجة الحلوة او الكيكاية اللي انا عايزاها؟ ايوه هتعمل. هعملها بطريقة حلوة جدا واقتصادية، وفي نفس الوقت هتديني طعم حلو جدا. جبت البيضة وحطيت عليها باكو من الفانيليا، ونزلت بقى ايه على اللي باقي في الخلاط، وضربت كله مع بعضه في الخلاط تاني بالشكل ده كده. وبعدين كنت محضرة كوباية من الدقيق، طبعا نخلتها الاول. كوباية مليانة، كوباية واحدة بس، تدخليها وتحطي عليها باكو بيكنج باودر الباكو كله. وهبدأ دلوقتي اضربها بالمضرب اليدوي مع الخليط اللي كان موجود في الخلاط، لحد ما يديني القوام المتماسك بتاع الكيك اللي كلنا عارفينه. هجيب الصينيه بتاعتي وهدهنها سمنه وهبطنها بالدقيق بالشكل ده كده. وبعدين هنزل بالخلاط. طبعا هكون ساعتها مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180 درجه، لازم يكون سخن. بدخلها على فرن يكون سخن. اي حاجه بنعملها في الفرن، اي حاجه مش ضروري حلويات او معجنات، اي حاجه بتعمليها في الفرن لو حتى طاجن، ما تدخليش الحاجه في الفرن غير بالسكينه، وبحطها جوه الكيك كده علشان اختبرها. هلاقيها بتطلع من غير اي حاجه، هعرف ان هي خلاص كده مستويه معايا. هبدا اجيب الكوبايه اللي انا شلتها على جنب من الصوص ده اللي هو. وممكن اعملها بشكل تاني، ان انا بعد ما اطلعها هقطعها كده لقطع، وكمان هبدا ان انا احط لها الصوص اللي شاركته معاكم في اول الفيديو. صوص سهل واقتصادي ومكوناته اقتصاديه جدا بسعر بسيط. وهبدا ان انا اعمله خرط زي ما انتم شايفين. عندك الطريقه دي وعندك الطريقه التانية، الطريقه اللي تريحك وتناسبك اعملي بيها، وهي كلها طرق اقتصاديه وسهله جدا ومبتاخدش وقت خالص. يلا بينا بقى على الوصفة اللي بعد كده، وهي سهلة جدا واقتصادية برضو، وفي شبه برضو بنفس المكونات، بس هنعملها شبه كيك النايتي اللي كنا بنشتريه ايام زمان. بعتبر ان الوصفة دي مناسبة جدا للمدارس. وكوباية من اللبن، ونص كوباية من الزيت او من السمنة او من الزبدة. اي انا اخترت ان انا اعملها بالزيت علشان انا حبيت انها تكون اقتصادية. عملتها قلبت كل المكونات دي مع بعض بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. عملتها بالمضرب اليدوي. لو انت عايزه تاخدي كل المكونات السايله دي وتضربيها في الخلاط يكون اسهل واحسن، ماشي مفيش اي مشكله، والخلاط هيديكي برده نتيجه هايله جدا، او بالمضرب الكهربي. بعد كده حضرت كوبايتين من الدقيق، نخلتهم. لازم جدا انخلهم كويس بالمنخل، علشان نخل الدقيق ده هو اللي بيفرق في القوام بتاع الكيك لما بيطلع، اذا كان بينفش معايا او لا. بعد كده انا بدات بقى ان انا انزل الخليط بتاعي على كوبايتين الدقيق، عليهم معلقه من البيكنج باودر وعليهم رشه من الملح. هبدا بقى ان انا اقلب كويس خالص لحد ما يديني قوام الكيك المظبوط معايا. دلوقتي في طريقتين هقول لكم على فكرتين ممكن تعملوهم بيها. انا جبت هنا صينيه دهنتها بالسمنه وبطنتها بالدقيق، ماشي، وحطيت نزلت كل السائل فيها في الصينيه، وسبت في الاخر شويه صغيرين خالص حوالي نص كوبايه من الخليط ده. وهضيف عليها هنا معلقه كبيره من الكاكاو الخام الغير محلى. وهبدا ان انا اقلبه كله مع بعضه كده. لو حسيت ان هو تقيل قوي معايا ممكن اديله معلقه لبن. لو حسيت ان هو قوام مظبوط ماشي، انا هاخد معلقه من الكاكاو الخام، واحده بس مش كتير، واحده بس مليانه. هبدا بقى ان انا كويس مع الخليط علشان تديني اللون البني للخليط. عشان انا دلوقتي هزين بيه الكيك ازاي؟ بعد ما اقلبه كويس خالص يبقى سائل كاكاو، يبقى عجينه سايله لونها بني، هفضيه في كيس ثلاجه عادي خالص، وهبدا ان انا ازين بيه الكيك بتاعي زي ما هقول لكم. دي طريقه حضراتكم شايفين معايا. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اخلي الكيك لونه ابيض عادي، ما احطش عليه اي كاكاو خالص، وادخل الصينيه اللي قدام حضراتكم دي الفرن زي ما هي كده. هتديني كيك عادي خالص لونه ابيض، الكيك العادي خالص اللي بالحليب، وانا هزينه انا بصوص شوكولاته لما يطلع. انا هنا بقى علشان الصوص اللي انا عاملاه ده اللي انا بزين بيه قدام حضراتكم ده، بعمل خطوط رايح جاي كده، وبعدين بجيب خله او ظهر شوكه وابدا ان انا اعمل خطوط بالعكس في الاتجاه الثاني رايح جاي كده عكس الاتجاه، عشان تديني الشكل اللي قدام حضراتكم ده.
هندخلها برضو على فرن سخن درجة حرارته 180 درجة، وبرضو مش هتاخد كتير، حوالي تلت ساعة. نقطعها قطع مربعة صغيرة، وممكن نقطعها، انا قطعتها نصين وحطيتهم فوق بعض وحطيت في النص مربى. سهلة جدا وبسيطة ومفيهاش اي حاجة لو احنا عملناها في البيت. يلا بينا على الوصفة اللي بعدها وهي كوب كيك. كب كيك المدارس. طبعا ما فيش حد من اولادنا الصغيرين او الكبار ما بيحبش الكيك، فاحنا هنعمل كب كيك بطريقه اقتصاديه وبسيطه وسهله جدا. تنفع جدا في اللانش بوكس، مش مكلفه خالص، بطريقه بسيطه ان شاء الله. المكونات معايا ايه؟ انا جبت كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، بس معلقه ممسوحه او معلقه صغيره مليانه، وبعدين هحط عليهم رشه ملح، وهنخل كل الكلام ده كله مع بعضه. لازم ضروري قوي ان انا انخل الدقيق مع البيكنج باودر. وبعدين ده كده المواد الجافه. هنعمل كميه من الكب كيك كويسه هتكفينا ان شاء الله باذنك يا رب، من حبه بيض واحده هتشوفوا معايا دلوقتي. عندي كمان هنا شوكولاته مبشوره، ممكن انا اللي بشرتها في البيت، كنت جايبه قالب من الشوكولاته الخام وانا اللي بشرتها كده بالسكينه. هحط منها حوالي معلقه صغيره مليانه على الدقيق، واقلبه كله كده مع بعضه، وانا لسه ما نزلتش عليه باي سوائل خالص. بعد كده انا كده خلصت خلاص المواد الجافه، حطيت الدقيق مع البيكنج باودر مع رشه الملح، نخلت كله مع بعضه وحطيت عليهم معلقه من الشوكولاته المبشوره. هجيب بقى الخلاط، هحط فيه ايه؟ هحط فيه كوبايه الا ربع من السكر، وهحط فيه كمان حوالي نص كوبايه من الزيت، ممكن تحط زيت على سمنه زي ما انت عايزه. وهحط كمان كوبايه حوالي كوبايه الا ربع كده من اللبن، كوبايه بس مش مليانه يعني، خليها كوبايه الا ربع. هحط كمان حبه البيض اللي معايا، هي حبه بيض واحده بس، وكمان هحط معلقه من الخل عليها او كيس من الفانيليا. الخل على فكره مش هيعمل اي ريحه خالص، بالعكس ده هيساعد ان انا على رفع العجينه. الشكل اللي قدام حضراتكم. معلقه الخل خليها معلقه صغيره مش معلقه كبيره. بعد ما ضربته بقى في الخلاط هبدا ان انا انزله على الدقيق، المواد الجافه كلها مع بعض، وهبدا بقى ان انا اقلب كله مع بعضه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طبعا انت ممكن تعملي الخليط ده مش في ورق كيك، ممكن تعمليه في صينيه عادي خالص. لو ما عندكيش صينيه الكب كيك ممكن نعمله في صينيه عاديه خالص، صينيه الومنيوم، هندهنها كويس جدا بالسمنه او بالزيت، وبعدين نبدا ان احنا نحط فيها الخليط ونطلعها ونقطعها مكعبات. عملت معاكم الكيك باكتر من طريقه على القناه. كمان هنا بقى خدت العجينه سايله معايا، حطيتها فضيتها هنا في شفشق صغير كده عندي علشان اعرف ان انا اتحكم فيها وانا بفرغها في قوالب الكب كيك، لان القوالب بتبقى صغيره زي ما انتم شايفين. على فكره القوالب دي ما بتبقاش غاليه، هي كانت طبعا دلوقتي كانت الاول ارخص من دلوقتي بكتير، بس هي كل حاجه غليت، فهي اكيد هتلاقي سعرها غلى شويه بس مش كتير يعني، بالمقارنه بالحاجات الحلوه اللي احنا بنشتريها بره هنلاقي الحاجات في البيت اوفر بكتير. فضيتها في الشفشق زي ما قلت لكم كده، وبدات ان انا اصب، بس ما بملاش القالب على اخره لان هي لسه هتنفش في الفرن معايا وهتقب اكتر من كده. ولازم اي نقطه تنزل على الصينيه لازم تمسحها على طول علشان ما تتحرقش منك لو دخلتيها الفرن. بعد كده جبت قالبين من قوالب الكريم كراميل، حطيت فيهم ورق الكب كيك برده، وبدات احط بقيه الخليط اللي كان معايا في الشفشق فيها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. عمل معايا 14 قطعه. بعد كده جبت الشوكولاته المبشوره وحطيتها كمان فوق الوش، هي هتسيح فوق الوش، وكمان الباقي هينزل منها. دخلتها على درجه حراره 180 زي الكيك بالظبط، وطلعت معايا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. لحد هنا خلص الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.